عسلامة عسلامة حبوبات قلبي، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله عيدكم مبروك، ينعاد عليكم بالصحة واليوم من والعافية. حبيت اليوم نرجع لكم بملخص هكا نهارة العيد. حاولت نستغل وقت العيد مع العائلة مع الصغار، نرتاح فيه يعني شوية، ورجعت لكم اليوم. رجعنا الناس الكل الريتم العادي، رجعنا للخدمة وكل. فقلت أول فيديو نرجع بيه نرجع لكم بالملخص بتاع 3 أيام الأخرانيين، وبديتها بالعكس، بديتها بالنهار العيد كما شفتوا. حاولت نهز الصغار يلعبوا يتفرهدوا شوية، خاطر كي نقولوا عيد نقولوا فرحة الصغار وجو هذاك متاع الصغار وكل، بيان سور لمة العائلة وكل. فنهار ليلة الوقفة زاد ديجا بارتاجت معاكم اللي معايا في الانستغرام ستوري. الفجر قمت ما نسميش قمت خاطر راني بريسك ما رقدتش، جوست تكيت شويه الاربعة قمت، عملت الروتين هذايا باش نبدا مرتاحه نعملو في عقلي، ما يقلقني حد، ما يبكي حد، ما يعيط لي حد. فخذيت وقتي يعني قبلهم بشويه، حضرت روحي، عملت الماسك هذايا يعطي اكلال للوجه وميم طون ماسك لتقشير الوجه، وعملت كملت باقي روتيني اليومي. بالنسبه للماسك شنو عملت فيه وننصحكم بيه، معناتها هذا عرفتوا كي يبدا عندي هكا مناسبه ولا حاجه نعمل الماسك هذا يعطي اكلال الوجه، ما نقولش مبيضه خاطر فماش حاجه معجزه تبيض الوجه في نهار، معناتها ما تعطيك اكلال الوجه. كما نقولوا وجهك ينور وميم طون تقشر البو وكل. فهذا من بين الماسكات اللي نعملهم معناتها كي نبدا ما عنديش برشا وقت ونحب ريزولتا وقتيه. فلهنا خديت الحليب بودر وخديت معاه القهوه، كان ما عندكش الحليب البودر تنجم تعوضوا تلم بالقهوه يعني، اما الحليب البودر يرطب الوجه وهو اللي يعطي فيه هذاك يفتح الوجه، موجود راه موجود بارتو، معناتها اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات تلقاو عندهم، معناتها تنجموا تاخذوا حتى بال100 غرام. فعملت قهوة قد القهوة قد الحليب بودر، ولميتهم بشوية ماء حتى لين تحصل على القوام هذاك، ومن بعد نحط على وجهي خليه تقريبا ربع ساعة، ومن بعد بطريقة دائرية كسوا بيدك، وإلا أني عندي الفرشة هذيك اللي وريتها لكم سيليكون نتالي بها من الأول يعني نحط بها الماسك من الاول كوتي هذيك، او الكوتي الاخرى فيها هكاك الشعيرات سيليكون نحك بها الماسك معناتها رقيقه على الوجه وما تجرحش، فهمتوا؟ ولا تنجم تحك بيدك معناتها جوست بطريقه دائريه، تحاول الحبيبات هذيك نتاع القهوه تعمل لك تقشير وتنحي البو مورت، كان عندك خلايا ميته وكل في وجهك تنحيها. هذا بالنسبه للماسك. من بعد بديت لكم بروتين نهار رمضاني، معناتها لقيته مسجل عندي، ممكن ما عندوش برشا من اللي سجلته، المهم لقيته من بين الروتينات وعجبني وقلت هاكا نربح الوقت نوريكم الروتين، تقريبا روتين عادي متاع اي مرأة في الكوجينة متاعها. فلهنا كيما العادة معناتها نحاول نكتب المنيو متاعي قبل بوقت باش نجم نربح برشا وقت، فهكا الدرج هذاك اللي تقعد تكتب فيه المنيو متاعك وإلا تكتبه في أول الأسبوع ولا اللي هو معناتها كي يبدأ عندك المنيو متاعك في مخك جاهز تربح برشا وقت من بعد في الإنجاز. فنكتب المنيو متاعي وندخل كوجينتي، ديما نبدا بالحاجه اللي تاخذ اكثر وقت باش نربح زاد الوقت. عملت القطايف هي ريفيزيتي معناتها ما عندي حتى علاقه بالقطايف اللي يعملوها. البات متاعها عملت بات بانكيك، بات العاديه متاع البانكيك، اما خففتها وما عملتش فيها برشا خميره باش ما تعلاليش، وطيبتها عادي كما البانكيك من فاس واحده. معناتها الفاس الاخرى خليتها معناتها كيما نقولوا بيضه ماهيش نيه طايبه، خاطر الفاس الاخرى تاخذ وقتها فيها في التطيب وطيبوها على نار هاديه. وبالنسبه للكريم نتاعها خديت كريم باتيسير جو نوازيت، ومن بعد نوريكم في المرحله الثانيه شنو عملت لهنا. جوست طيبت الكريمه بطريقه عاديه، ما نقصت شويه من الحليب، هي نورمالمون تعمل عليها نص لتر حليب، انا عملت 400 ملي حليب. بعد ما طابت خليتها تبرد على روحها، كملت شقة الفطر متاعي، ومن بعد زدتها كريم شانتيه هيك الباكو هذاك العادي، جوست حليته في شويه حليب وخدمته. استيوس باش يتخدم لكم وما يتيحش، تعملوا في ماء بارد بارد بارد، وماذا بكم تنقصوا شويه حليب قصدي بارد، وتنقصوا شويه من الكونتيتي متاع الحليب.
به. هذا بالنسبة للمنيو. ومن بعد عملت جلبانة ومرقة جلبانة وكل. انتوكا هاكم تو تشوفوا معايا جست روتين عادي، وحبيت نستغل الوقت هذايا اللي ديجا هو روتين كما قلت لكم، لقيت روتين كامل فقلت نربح الوقت هاكا تشوفوا معايا روتين نحفزكم شوية وفي نفس الوقت باش نجاوب. باهي حبيبة قلبي، توا باش نجاوب على سؤال جاني تو. مش تو اما نورمالمون كي هبط ستوريات البارح في اليوتيوب جست انا قريت الميساج توا فقلت نجاوب هكا. بطبيعته جاني موضوع باش نحكي فيه في الروتين هذايا. السؤال يقول نورمالمون حسب ما نتذكر خاطر قريته فيت في، اما عموما فهمته وهي ديجا مشكله دارجه برشا وسورتو في اول ما معناتها اول ما عرفت الكوبل ببعضهم تلقى المشكله هذه ياسر كبيره هكا، وسورتو في اول الزواج معناتها من بعد بشويه بشويه كي الوعي نتاعك يكبر تولي تفهم برشا حاجات، ف ما عادش تكون عندك مشكله هذيك، بالعكس تولي تفهمها وتولي تنجم تتخطاها، ماهيش مشكله، عمرها ما كانت مشكله، جست سوء تفاهم هاني نسميه به. السؤال يقول غفران مشيت اني هبط ستوريات وكل نحكي فيهم على الماسك والاهتمام بالنفس سورتو توا بعد رمضان وحاجات هذوكم الكل، ف جاوبتني على ستوري قالت لي والله عملتهم الكل ومشيت الحجامه ما نعرف شنو، وروحت راجلي من با قال لي صحه راو تعبني وراو تعبني خاطر الميساج مش قدامي تو نهبط لكم كابتشر، ونشوف نساء رجالهم يجيبوا لهم في حق الملح ويفرحوا بهم وكل، واني من با يقول لي كلمه باهيه. باهي حبيبه قلبي باش نجاوبك، والسؤال متاعك فيه اكثر من جانب، يمكن في 3 جوانب هكا باش نحكيو فيهم. اول حاجه عزيزة قلبي، عمرك ما تعمل حاجه على خاطر العباد، كان انت المصدر متاع الفرحه متاعك ولا متاع سعادتك ولا متاع الرضا متاعك هو جانب خارجي، تاكد انه راو كل حاجه في الدنيا هذه متغيره. العبد اللي تستنى منه في الكلمه الباهيه ينجم وقت اللي انت تستنى منه في الكلمه هذيك هو ماهوش في المود ولا ماهوش يرافيك ولا ماهوش مهتم بيك. ما نعرفش يعني كان تستنى في الكلمة الباهية في وقت معين من نجم يكون الوقت ماهوش مناسب، فكل حاجة في الدنيا هذه متغيرة، معناتها عمرك ما تخلي فرحتك أو سعادتك أنت مربوطة بحاجة متغيرة. نجم العبد ذاك اليوم في حياتك غدوة ما تلقاهوش، فما تنتظرش الكلمة الباهية من عبد، فخلي ديما مصدر سعادتك ومصدر الرضا متاعك هو نفسك. فاني كي نعمل حاجه الباهيه باش نعملها على خاطر روحي، دايراني كي حكيت ما قلتش والله باش نعمل في ماسك باش يشوفوني الناس مزيانه، والا لا هي بروحي الايامات هذوما باش خاطر العباد قالوا لي هكا سمنت باش تضعف، لا اني حسيت روحي هكا تنفخت شويه ولا صار لي احتباس مائي وكل، فعلى خاطر صحتي قبل كل شيء، فاني ما يعنينيش انه سمنت ضعفت هذاك كله، مادام اني نرى في روحي مزيانه في كل حالاتي نرى في روحي مزيانه، فاني صحتي حسيت روحي تقلقت شويه يلزمني نهتم شويه ونشرب اكثر ماء، وباش هكا وجهي معناتها يتنعوش كيف ما نقولوا كل الحاجات هذيك كلها على خاطر اني نحب هكاك. فعمرك ما تخلي المصدر متاع السعاده متاعك انسان او حاجه متغيره في الدنيا هذه، معناتها عموما نجم زاده وحده تقول لك اني نطيب وواقفه معناتها كما هي قالت حق الملح وكل، تقول لك اني رمضان كامله اني نطيب ونستنى فيهم باش يقولوا لي يعطيك الصحه، وحتى حد ما حس بيا وحتى حد ما درى شنو، لا اني كي نطيب اول حاجه لربي سبحانه، معناتها اني باش نفطر صائم باش نعمل الباهي مع عائلتي اول حاجه باش نربح اجر، ثاني حاجة باش اني نعمل حاجة اني نحبها للعباد اللي اني نحبهم، ما يهمنيش في حتى حد هو يحبني ما يحبنيش، هو عجبه ما عجبوش، مادام اني راضي عليه اكيد الطاقة هذيك او الاحساس هذاك باش يوصلهم وهما زاده باش يعجبهم ويحبوه. هذاك جزء، عمرك ما تربط سعادتك بحاجة متغيرة في الدنيا هذه. ثاني حاجة الجزء الثاني اللي هو نشوف نساء هكا قتلي، نشوف نساء يعطيو فيهم في حق الملح، واني من باقة اللي كلمة باهية ولا حاجة كما هكا. المقارنة حبيبات قلبي ديما نقول لكم وعاود نقول لكم وديما نقول لكم،
المقارنة سورتو توا مع الدنيا ولات محلولة والسوشيال ميديا والعباد الكل تهبط في كل شيء وفي كل شيء ولات معناتها. فما تصدقوش راهو فما شكون تشري حاجة فردة بلاكيور من نصبة وتهبطها تقولها وجاب لي راجلي حق الملح فانتي تصدق وهي جوست هكا باش تعمل فيوز والا ما نعرفش اني نامبورت كوا. ومانيش نحكي على عبد معين يعني نحكي لكم في العموم خاطر السوشيال ميديا ولا فيها برشا كذب وبرشا فخرة وبرشا تصنع. فما تصدقوش كل شيء تشوفوه. حسيت روحك انت تقلقت وليت تقارن في روحك بالعباد اول حاجة تعملها اول حاجة ما عادش تشوف العباد اللي انت حسيت روحك هكا توجعت كي شفتهم ولا اللي هو انت عندك معناتها ابوني الوحده شفتها هكا وهكا ديزابوني انت عندك جارتك ياسر هكا تتفوخر وتفشفش وفازت هذوكم الكل ما عادش تكلمها سلام سلام وما عادش تدور بها. فديما المصدر هذاك اللي يخليك انت تتوجع والا تقارن روحك اول حاجه الغيه من حياتك تماما. تاني حاجة حاول تقتنع باللي عندك وحاول تشوفها من نظرة أخرى معناتها. فأنت كنت تقول حق الملح ويا سبحان الله هو الدنيا غليت وواحد ما عادش خالط على حد شيء. فهو بمجرد انه عدى رمضان كامل ويصرف ويجيب لك ومدري شنو هذاك في حد ذاته رزق وفي حد ذاته معناتها حاجه باهيه يعمل فيها معاك. مش لازم معناتها باش بالذهب وبالفلوس وبالحاجات هذيك الكل. هو كي خرجك نهار العيد انت وصغيراتك ولا ما نعرفش نابورت هذاك يعني معناتها هذاك في حد ذاته يتسمى عطاء من شيرته هو. هذا بالنسبة للجزء الثاني اللي قلت لي معناتها الجزء المقارنة ما عادش تقارن روحك بالعباد أو بالعلاقات السامة اللي في حياتك. حاول تعقل شوية وتركز شوية في حياتك انت وسيب عليك من المقارنات الفارغة راهو كله كذب راهو بالحق ولا كذب. قبل ممكن كنا نصدقوا شوية ما توي ياسر اوفر معناتها تعرف انت العبد وتعرف البير وقتها فهمت. فما تقارنش روحك بالعباد هذوكم. والجزء الأخير هو الراجل اللي ما يقولش الكلام الباهي. بالنسبة للراجل اللي ما يقولش الكلام الباهي ماهوش كان راجلك الحقيقة نتاع ربي. هما الرجال الكل كل على وجه البسيطة إلا هكا حالات هكا كما نقولوا الشاذ يحفظ ولا يقف عليه سامحني. طبيعة البشر أو طبيعة الإنسان المرأة ياسر كائن سمعي. إيش معناتها المرأة تحب تسمع برشا تتصور إنه هي هي هكاكا معناتها ياسر تحب تسمع وتحب تقول الكلام الباهي وتنتظر يتقال لها الكلام الباهي فيعني لها برشا إنه تسمع. فتتصور انه العباد او الطرف الاخر باش يكون كيفها وهو لا. راه الطبيعه الكونيه متاع الرجل ما يتكلمش برشا الرجل يفعل. فهذا علاش ديما اغلب الوقت في الكوبل كي سورتو كي يبدا جديد تلقاهم معناتها تصير لها صدمة معناتها أول ما تتعرس وكل المرأة تحس روحها كأنه معناتها تغشت كأنه تبدل عليها مش كما في الخطبة كما من بعد. فالراجل ولا ما عادش يقولها كلام باهي ولا ما عادش هو داير معناتها الكلام اللي كان يقول فيه في الخطبة سي اجتهاد منه ما هوش العادي متاعه. معناتها يقول لك هيك الكلام الباهي يحب يكسب قلبك يحب يكسب ودك وكل حاجات هذيك الكل. أما العادي متاع الراجل إنه ما يتكلمش الراجل ما يقولش الكلام الباهي الراجل يفعل. فهبش نعطيكم مثال. هو الراجل مثلا كما كنا نحكي في رمضان كامل عنده هو كي يجيب القضية هكا ويدخل بها من الدار ويبدأ يهز قفة وإلا يهز حتى ساشي متاع غلة يرى في روحه هو كأنه يقول لك معناتها كأنه يود فيك كأنه يقول لك في الكلام الباهي كأنه يحب فيك بالطريقة هذيك. انت ما تراهيش هكاك انت تقول هو واجب ويعطيه الصحه مش بما يقول ليش يعطيك الصحه واني واقفه نطيب ولا اللي هو هذاك معناتها هو عندك قضيه جابها معناتها عباره قال لك يعطيك الصحه انت طيب واني نجيب لك ونود فيك فهذا هو.
فما تستناش. ممكن هو كي راك هكاكا مزيانة وكل من غدوة هزك خرجت وعملت دورة وتفرهدت وما ادرى شنو، في باله هو هكاكا كأنه يقولك محلاك ما شاء الله عليك وهيا معناتها اخرج وحوس وتفرهد ودرا شنو، هو هكاكا معناتها الراجل معناتها يعبر بالفعل حتى مهما كانت الفعل متاعو بسيط، فهو يراه هكاكا قاعد يعبر على اللي يحس فيه. على عكس المرأة تحب تسمع تقولك يقول لي كلام باهي وما حاجتي باش يعطيني حتى شيء، هو يراك يصرف وكي يعطي وكل يحسها معناتها يحس بالانجاز الراجل بالطريقه هذيك. الراجل يقول لك اني نصرف اني نتعب اني درا شنو على خاطركم على خاطر نحبكم على خاطر الحاجات هذيك الكل. ماناش كيف احنا والرجال ماناش كيف هما طبيعتهم انهم يفعلوا ويودوا بطريقتهم، واحنا نسي نحبوا نسمعوا كل. فانت كتفهم الاختلاف هذايا وحده تحس بال معناتها تبرد كيف ما نقولوا. فقاعده نبسط في الامور ونحكي لكم فيها بطريقه عاديه. فانت كي تفهم الاختلاف هذايا تولي ما عادش تغيظك روحك معناتها. وبيان سور انت من الاول تبدا مقتنعه باللي انت تعمل في هذاك على خاطر نفسك وتحب روحك انت، فتكون في غنى على اي عبد اخر باش يقول لك كلمه باهيه. فوحدك تغزر في المرايه تقول محليني اليوم تلهيت بروحي زينت روحي وكل، والله محليني، وتكون مقتنعه معناتها مش تقول فيها جوست هكاكا باش نقولها وكهو، تقول فيها وانت مقتنعه بالحق وتشوفي روحك محلاك. فما تضطرش باش تطلب من حد اخر انه يقولها لك. دو ان دو انت كي تحب روحك راه العباد وحدها وكي تقول الكلام هذاك روحك اوتوماتيكمون تحس برشا عباد قاعدين يعاودوا لك في الكلام هذاك على خاطر تبعث الطاقه نتاعك هذيك في الكون واكيد ترجع لك. فهذا هو. فحبيبة قلبي ان شاء الله نكون جاوبت على سؤال. هذا هو نهاري كيفاش تعدى، هذا هو روتين، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله نجم نجاوب وننفعكم حتى بهكا فكره بسيطه. الحقيقه مانيش محضره خاطر الميساج كي قريته توا جاوبت عليه توا، فهكا جوست حبيت نجاوبها لهنا في الفيديو. وكاو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، نحبكم برشا من قلبي من داخل. بوسه كبيره ليكم، بسلامه.